صاحب عتمة بين شفافي ننادي النادي، لا نور ولا صوت وسط الحيطان. صوت في دماغك، صوت بيقولك خافي خافي، شايف جسمي لفوق وسط الدخان. دي الكلمات اللي المفروض انها بتتقال على لسان احد ضحايا سفاح الجيزة بعد ما بتتقتل، اللي هي نفسها كلمات تتر النهاية بتاعت المسلسل. فكرة مجنونة ومرعبة في نفس الوقت للمسلسل الاكثر دموية في تاريخ الدراما المصرية، مسلسل سفاح الجيزة. لو اول مرة بتشوفني انزل اشترك في القناة. لو اول مرة بتشوفني انزل اشترك في القناة. الضحكة الصفرة بتاعت احمد فهمي. ويلا بينا. Dramatica. Dramatica. مسلسل سفاح الجيزة لأحمد فهمي اللي بيتعرض على شاهد دلوقتي مستوحى من أحداث حقيقية. وخد لي بالك من المستوحى دي، ده معناه إن في أحداث في المسلسل حصلت في الحقيقة، لكن في أحداث تانية كتير اتحطت من وحي خيال الكاتب واتحطت عشان الضرورة الدرامية بس. بمعنى إن مش كل الشخصيات اللي اتقتلت في المسلسل ممكن تكون اتقتلت بالفعل، لكن ممكن يكون لها جذور حقيقية. اهتم صناع العمل بنشأة السفاح وخلفيته النفسية، واهتموا كمان ان هم يورونا علاقته بامه، وازاي ان علاقته بامه اثرت بشكل كبير جدا على شخصيته وعلى نشأته، اللي خلته بعد كده يقتل الناس بمنتهى الاستسهال او بدم بارد زي ما هم كاتبين في المقدمه. علاقته بامه هي علاقه مريبه، هي ست شخصيتها قويه، ورغم انها بتهينه بشكل مستمر الا ان هو دايما مطيع ليها ودايما مستعد يسمع لها وموافق على كل الكلام اللي هي بتقوله. كونه شافها بتقتل ابوه بمنتهى السهوله وهو صغير، ده خلاه يستسهل فكره القتل. المسلسل ما وراناش دور الاب في نشأة السفاح، لكن بنقدر نفهم من السيناريو ان الام ما كانتش راضيه عن حياتها مع الاب ده، وانها قتلته علشان تحافظ على اولادها. بشكل او باخر السيناريو بيشير لعقده اوديب اللي ممكن تكون موجوده عند السفاح. فكره ان شخصيه الام بالقوه دي وانها دايما بتهينه ممكن تكون السبب في العقده الاساسيه اللي عند السفاح، واللي خلته يتخلص دايما من اي ست ممكن انها تضايقه او انها تزن على دماغه او انها تهينه بشكل او باخر، وكانه بيحاول يتخلص من امه في كل ست هو بيقتلها. الجزئيات دي كلها ملهاش علاقه بالواقع، لكن كلها من وحي خيال المؤلف، لكن ممكن يكون لها جذور حقيقيه، وممكن تكون فعلا هي دي الدوافع اللي خلت السفاح يرتكب كل الجرائم اللي هو ارتكبها بالشكل البشع ده. لاحظوا ان دوافع القتل في كل جريمه مختلفه عن الثانيه، وده بيحول المسلسل لسايكو دراما، بيورينا ازاي ان ممكن شخص عادي او يبان ان هو عادي ممكن يكون بيرتكب كل الجرائم دي بالشكل البشع ده من غير ما اي حد يلاحظ عليه اي تصرفات غريبه. المسلسل كمان بيصور السفاح وهو بيقتل وكأن القتل بقى جزء اساسي من روتين حياته اليوميه. علشان كده كمان المخرج ركز على تفصيلة الطبيخ، وازاي ان القاتل بيحب يطبخ بمزاج ويحب يعمل اطباق بشكل حلو وكأنه طباخ محترف. ولو لاحظتوا كل الاطباق اللي بيطبخها كلها فيها لحم، انه اتعود على منظر الدم، بقى جزء من الروتين اليومي لحياته، زيه زي الاكل والشرب والطبيخ، ما يفرقش كتير عنه. ناس كتير وهي بتتفرج على المسلسل اتلخبطت في الشخصيات اللي عملها احمد فهمي، بس خليني اقول لكم ان احمد فهمي عامل في المسلسل 4 شخصيات، او هو عامل شخصيه جابر ومنتحل 3 شخصيات تانية، وهي شخصيات يوسف وحسن ومحيي. جابر وده الشخصيه الحقيقيه، وده قتل 5 شخصيات. قتل يوسف صاحبه وده اللي لسه ما شفناش قتله ازاي، وقتل فاديه، وقتل عمته، وقتل مراته، وقتل الشاهد اللي شاف فاديه. الشخصيه الثانيه وهي شخصيه يوسف، وده قتل مرات صاحب المصنع اللي كان مرافقها وماشي معاها، وقتل رحاب اللي هددته بكشف سر. وعمل شخصية محيي اللي هو بيحب راكين سعد ومتجوز اختها، ومشتبه انه يكون قتل صاحبتها اللي هي هال. رابع شخصية وهي شخصية حسن، ده سواق اوبر خاطب ولسه ما قتلش اي حد. يجي للتمثيل في المسلسل، هادي الباجوري المخرج اختار كل ممثل في مكانه الصحيح، برغم ان كل ممثل في المسلسل ده بيقدم دور لاول مره بيقدمه في مسيرته الفنيه. احمد فهمي لاول مره بيقدم دور القاتل، داليا شوقي وجيهان الشماشرجي لاول مره بتشوفهم في دور بنات من طبقه شعبيه. اللي يشوف داليا شوقي السنه اللي فاتت في البحث عن علا الجزء الثاني، او يشوف جيهان الشماشرجي في كامل العدد في دور صاحبه دينا الشربيني، ما يقولش ابدا ان هم دول البنات اللي من طبقه شعبيه طالعين في مسلسل سفاح الجيزه. نيجي لاحمد فهمي. احمد فهمي مش لاول مره بيقدم ادوار مش كوميديه، قدم قبل كده دور في فيلم العارف، وقدم في رمضان اللي فات دوره في سر والباتع. بس بصراحه ما عجبتنيش ثنائيه احمد فهمي وخالد يوسف، ان دوره اللي كان مقدمه في مسلسل سر والباتع ما كانش كويس، بالعكس كان بيقولوا ان احمد فهمي ممثل ضعيف ومش قد الدور اللي اسند له. طيب ايه اللي عمله احمد فهمي السفاح الجيزه؟ حارس احمد فهمي ان يبقى عنده تعبير واحد على وشه طول المسلسل، بضحكته الصفرة وعينيه الزايغه اللي كانه مش مركز في الكلام اللي بيتقال له.
وعلى قد ما ناس كتير شافت ان ده عيب، انا بالعكس شايف ان ده كان موفق جدا من احمد فهمي، لانه متناسب مع شخصيه بارده زي ما امه كل شويه بتقول له انت مالك بقيت بارد كده، وانت ايه البروده اللي انت بقيت فيه ده. ويمكن ده المفتاح اللي مستخدمه احمد فهمي عشان الشخصيه. هو بالتاكيد شخصيه بارده ولابسه قناع طول الوقت عشان تخفي الشر والشراسه اللي جواها. لانك كمان لما تتفرج على مشاهد القتل وتشوف القوه والشراسه اللي هو بيقتل بيها ضحيته، تعرف قد ايه الراجل ده مزدوج الشخصيه، بيلبس قناع بارد تماما قدام الناس، كان جواه بركان من الغضب وشراسه ملهاش حدود. وده بيبان قوي في مشاهد القتل ومشاهد تخلصه من الضحيه، وده ذكاء يستحق التحيه لاحمد فهمي. نيجي بقى للعبقريه في الاداء، حنان يوسف. حنان يوسف مش بتمثل شخصيه ام سفاح الجيزه، حنان يوسف هي ام سفاح الجيزه نفسه. هي متوحده بشكل كبير جدا مع الشخصيه، قادره انها توريك شخصيه الست القويه اللي ربت الولد ده وخرجت سفاح للمجتمع. انت بتصدقها في كل المشاهد اللي هي عاملاها، بتصدق قوتها وصلابتها وهي في المشاهد مع احمد فهمي، بتصدق قد ايه هي ست خيره وعايزه تعمل الخير وتطلع وجبات الصدقه في ميعادها، مصدقها وهي بتحب فاديه ومستغربه غيابها وقلقانه عليها، بتصدقها حتى في ضعفها وقد ايه هي تعبانه ورجلها لما بتيجي تحركها بتبقى تعباها وهي بتحركها. المواصفات الشكليه لحنان يوسف واسنانها اللي هي خلعاها مدياك احساس ان هي دي فعلا ام السفاح، بدرجه تخليك ما تفكرش في اي حد تاني ممكن يعمل الدور ده غيرها. ولو حد تاني كان ممكن يعمل الدور ده غير حنان يوسف، فاعتقد ان الوحيده اللي ممكن تعمل ده هي سوسن بدر. اما راكين سعد فبصراحه لاول مره اشوفها بتمثل حلو في مسلسل سفاح الجيزه. Dramatica. Dramatica. هادي الباجوري من المخرجين اللي لهم بصمه واضحه في الاعمال الرومانسيه، واول ما بيتقال اسم هادي الباجوري لازم تفتكر هيبتا وتفتكر واحد صحيح. كمان هادي الباجوري عمل لايت كوميدي في البحث عن علا الجزء الثاني مع هند صبري، وعمل كمان عمل استعراضي هايل لشريهان هو كوكو شانيل. هادي الباجوري ما بيحطش نفسه في مربع معين، هو مخرج متلون بيقدر يخرج كل انواع الدراما. وفي مسلسل سفاح الجيزه بيقدم لنا دراما فيها تشويق وسسبنس على مستوى عالي جدا من الاحترافيه. اختياراته للاضاءه في المسلسل إضاءة مقبضة تخليك تبقى خايف وقلقان طول الوقت. موال العدل فوق الجميع اللي اختاره البدرية السيد في بداية الحلقات. كلمات ولحن تتر النهاية اللي مختارهم واللي المفروض ان هم على لسان احد الضحايا بتوع السفاح. فكرة مجنونة ومرعبة في نفس الوقت، ما تجيش غير من مخرج مهتم بكل التفاصيل زي هادي الباجوري. يحسب لهادي الباجوري ان هو استعان في احد الادوار بميمي جمال، رغم التصريحات المعادية اللي قالتها ميمي جمال عن هادي الباجوري في اكتر من لقاء تلفزيوني. ده يقول لنا قد ايه هادي الباجوري راجل فنان بيهمه بس شغله في المقام الاول والاخير. كمان استعنتوا بممثلين استحاله يخطر في دماغك ان هم ممكن يعملوا ادوار شعبيه، زي جيهان الشماشرجي اللي شفناها في رمضان اللي فات صاحب دينا الشربيني في مسلسل كامل العدد، وزي داليا شوقي اللي شفناها السنه اللي فاتت في دور انفلونسر في مسلسل البحث عن علا. استحاله تقول ان دي ممكن يطلع منها دور فتاه شعبيه، لكن عين فنان زي المخرج هادي الباجوري يقدر يجيبهم ويخليهم يغيروا جلدهم الفني بشكل كامل ويعملوا ادوار شعبيه بعد ما كنت ما تتخيلش انهم ممكن يعملوا الادوار دي. وطبعا فوق وقبل كل دول اختياره المدهش لحنان يوسف اللي ابدعت في دور ام السفاح. في النهايه اقدر اقول ان جزء كبير جدا من نجاح العمل يرجع لمخرج مهتم بكل التفاصيل، مخرج مبدع في كل كادراته ومبدع في كل اختياراته سواء للفنانين او للموسيقى او كل نواحي العمل الفنيه. حقيقي شابول هادي الباجوري. يجي للسيناريو والحوار. السيناريو مكتوب بشكل فيه لخبطه وفي احداث قدام واحداث ورا واحداث بنرجع لها بفلاش باك واحداث بنطلع لها في المستقبل، واعتقد ان ده كان مقصود من السيناريست علشان يلخبط المشاهد ويخليه دايما مشدود للمسلسل. احنا في الفتره الاخيره بقينا نشوف اعمال كتير بتستخدم اكتر من تايم لاين عشان تلخبط المشاهد وتعمل له ديستراكشن تخليه يفضل مشدود لحد ما ينزل تتر النهائي. في المسلسل هنا برضه هو استخدم اكتر من تايم لاين وبيحاول يلخبط المشاهد باحداث كتير، وبيستخدم لوح مكتوب عليها التاريخ عشان يقول لنا كمشاهدين هو بيتكلم عن انه فتره زمنيه بالظبط. اعتقد ان ده كان ممكن يتعمل بشكل افضل من كده لو كان خلى كل شخصيه ترجع فلاش باك لورا، بحيث ان الفلاش باك يكون مبرر وسط العمل الدرامي، ما يكونش بس مجرد لخبطه للمشاهد وخلاص. واكتر مسلسل قدم الحكايه دي بشكل ناجح جدا مسلسل هاو تو جيت اواي وذ ذا ميردر. فمتهيألي ان الفلاش باك او التايم لاينز المختلفه كانت ممكن تتعمل بشكل احسن من كده. محمد صلاح العزب السيناريست عمل هوجن والنمر لمحمد امام، وكتب رانيا وسكينه ودلع بنات، واعمال كلها تقدر تقول عليها كوميديه شعبيه اكتر من كونها سسبنس واثاره زي اللي حصل في سفاح الجيزه. واقدر اقول ان هو نجح في المسلسل ده بانه مش بس بيقدم سايكو دراما، لكن بيقدم فعلا مسلسل تشويق واثاره من الدرجه الاولى. عموما فاضل 4 حلقات وتنتهي قصه السفاح وتتكشف كل الجرائم اللي هو ارتكبها، وللعلم السفاح الحقيقي لسه منتظر حكم الاعدام.
ممكن يطلع براءة على فكرة. وبس كده انا خلصت. لو لسه بتتفرج لحد دلوقتي يبقى عجبتك الحلقة، انزل اعمل لايك وشير، واشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله.